في الدوري الإسباني في الجولة 37 ما قبل الأخيرة، برشلونة يفوز على ريال بيتيس 3-1. كان سجل أهداف رافينيا، سجل هدفين عالمي جدا، وسجل هدف كده من خطأ من هيكتور بيرلين من بيتيس. وبعد كده سجل برضو الهدف الأول رافينيا عالمي جدا من ضربة حرة مباشرة. فرافينيا سجل هدفين، برضو بيسجل كانسيلو من صناعة من بدري عمل اسيست. وعالمي جدا كانسيلو كده من بعيد بيشوطها بالقدم اليمنى لتسفر عن ثالث أهداف البارسا. برشلونة عالمي جدا بيكسب 50 نقطة لبرشلونة من 50 نقطة في الكامب نو. عالمي جدا برشلونة على أرضه في الكامب نو بيكسب 3-1 على بيتيس، يعني مكسب كويس جدا. في الجولة ما قبل الأخيرة في الليجا كده خلاص بطل الليجا، عندك 94 نقطة ففوز البارسا. ورسميا برشلونة النسائي يتوج بدوري أبطال أوروبا للنساء بعد فوزه على ليون 4-0. عالمي جدا برشلونة النسائي أسطوري بطل الليجا، كسب برضو على بايرن ميونخ وباريس، وكسب برضه على ريال مدريد، كسب على فرق كتيرة جدا عالمية جدا. فريق برشلونة للنساء ايفا باجور بتسجل، وبرضه اللاعبة سلمى من برشلونة برضه بتسجل هدفين، فحاجة أسطورية جدا. برشلونة نسائي عالمي بطل الليجا بطل تشامبيونز ليج. وبرشلونة نسائي كسب 4-0. عامة موسم أسطوري بالنسبة لبرشلونة نسائي.